قولي يلا. ازيكم عاملين ايه؟ حلوة. هنعمله ايه النهارده؟ كابوريا هنعمله ايه؟ كابوريا وايه تاني؟ وجمبري برافو. ايه تاني؟ وايه تاني؟ ده اسمه ايه؟ سمك برافو. وايه تاني؟ طبعا الكابوريا بالصحة بقت ايه تقولي ايه؟ مش سامعه. اما الكابوريا بالصحة ماتت. الكابوريا الصاحيه ماتت. اه عملت ايه الصبح في جوجو؟ شوشو موتت عضيته. حطيت بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. كابوريا قد ايه؟ بصوا مليانه بطاريخ. دي بقى ايه؟ رقبتك بصي، هي بتبقى طاوله صغير على كبير. بس كده يا عيني. ودي برضو دينيس، بس ده الدينيس ده من هو اللي مستوضه. طبعا ايه، انا عماله اقصقصه وانضف كل دولت وهرجع لكم. باي باي. باي باي. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ شوفوا عاملين ايه بقى؟ انا عامله كابوريا. اعملوا لايك. ايه؟ يلا بينا يلا بينا نشوف هنعمله ايه النهارده. شوفوا عاملين ايه النهارده. يلا بينا يا جماعه نشوف لولا هتعمل لنا ايه النهارده. القمر تعملي ايه يا لولي؟ عامل ده توم توم وعليه ليمون، ليمون وهنحط زي معلقه كبيره من ده ده صوص الجمبري. واستني يا لولي ايدك ثواني يا حبيبي، طبعا انزلهولك. يلا دوسي دوسي، برافو. بس كفايه. لا هنحط حبه تاني. برافو. وهنحط مستردة. تمام، استنى بس افتحها لها. هنحط مستردة معلقه كده كبيره. ماشي، وهنقطع الطماطم عشان الكابوريا والجمبري، وهبشر الجزرايه اللي لولا اكلتها. خدت نصها كلتي نصها. وده حطوه ده. ده حطينا بقى، ده توم اهو. نوريهم السمك والجمبري نضفناه ازاي يا لولي. طيب بصوا هنا بقى، خلاص نضفنا الجمبري. بصوا شلنا اللي هو الحبل اللي بيبقى جوه دوت، بيبقى فيه رمله. شلناه وقصقصنا الشنبات. طبعا هو كبير على صغير. كله نضفته. بصوا نضفته، شايفينه كلها بقى نضفتها بالشكل ده. تمام. والكابوريا بالفرشه هنا اهوت نضفتها برضو. الحتت ديت بتبقى فيها رمله شويه، كلها نضفتها، ما فيهاش حاجه مش نظيفه، كلها زي الفل اهوت. بصوا انا بشيل دي، يعني دي بشيلها، بس ايه مش عارفه ما خدتش بالي في دي. مش مشكله، اشيلها دلوقتي دي، عشان دي مش بخليها، عشان ساعات بيبقى هنا في رمله. تمام. واللي فيها بطاريخ برضو بتنضفها تحت الميه كده، بتنزل الرمله، لكن مش بشيل بقى اللي فيها البطاريخ ديت. تمام. وده الدنيس السمك نضفته جوه وبره، خليته زي الفل اهو بالشكل ده، خليته فله. شمعة منوره. هتبلهم بقى. ديت هحط عليها الثوم بالمستردة والبهارات بقى، كمون كتير. طبعا السمك بيحب الايه. انا مامي اعمل ايه؟ هقولك يا عمري، طبعا السمك بيحب الكمون، فاحنا هنحط كمون كتير. ثواني يا لولي يا قمر، ممكن بعد اذنك حطي، استني. يلا حطي من دي. يلا هنا لولي هتحطي كمون. برافو. تاني حطي تاني. برافو.
شاطرة يا قمر. برافو. شطورة. حط بقى ايه، معلقة بابريكا. يلا اهي المعلقة بتاعتها. لا نو نو. ايوه معلقتين كده صغننين مش كبار. برافو. بس لا ما تحط ماشي. يلا حطي واحدة تانية. يلا شطور. برافو. يلا نقفله دي. حطي المعلقة بتاعتها. يعني حاولوا يا جماعة تخلوا اولادكم يساعدوكوا في المطبخ عادي جدا، يخسروا مش مشكلة، اعملي انت يا مامي. اعمل ده. لا ده فلفل اسود. ممكن نحط بصل من هنا، بصل باودر كده. يلا حطي واحدة كمان. طب انا مش قادرة اقول لكم انا عيالي بيعملوا ايه فيا. بس على قلبي زي العسل. حطي معلقة برضو من هنا. كفاية اللي حطي معلقة. ايوه لا فلفل اسود نو. هحط لها الملح واخليها تحطها. بس يا لولي نو. خلاص مش مشكلة. بس بدي وفي دي يا جماعة. اللي هيسألني على العلب دي، العلب دي من شي ان. هحط بقى ملح كتير، وانا حاطه ليمون زي ما قلت لكم وكمون زي ما انتوا شفتوا بقى لولا حطت. يلا بقى نشوف هنعمله ايه تاني. هتبل السمك بنص الكميه والنص التاني هحط. وانا اعمل كده حاضر عيوني يا قمر. وهحط الكميه الباقيه على الجمبري والكابوريا. يلا بينا استنونا. استنونا. باي باي. برافو. اعملوا لايك. اعملوا اللايك. حطوا بقى. يلا حطي. برافو. بشرنا يا جماعه بصلايه وحطيناها عشان احنا عايزين نشرب شوربه حلوه. وهحط معلقه من السمنه. ثواني يا لولي ثواني. لولي زودت مش مشكله مش هتخسر. وانت ايه استنى. انا تمام. وهنحط الجزره. اتفضلي يا ميرولا. برافو. شطوره يا قمر. وهنحط ايه تاني؟ الطماطم. قربي شاطره. احنا بشرين كل الحاجات دي يا جماعه. بشرين الطماطم والجزر والبصل بشرينهم. ومعلقه سمنه او زبده المتاح عندكم. وهنحط معلقه من الخليط اللي احنا عاملينه. يلا يا ميرول. اهو يا جماعه الخليط ده احنا بهرنا بيه السمك وهننزل على الخلطه دي معلقه. خدي معلقه حلوه يا لولي. برافو. يلا تاني. جود. برافو. قلبي بقى. استني اجيب لك معلقه كبيره عشان ما تلسعيش. انتي دي دول اللي حالفه النهارده تاكل باباها من ايديها. يلا قلبي. يلا يا عمري قلبي. وهنحط واحدتين كده مرقه. حطيهم مش لازم تكسريهم. برافو. شاطره يا لولي. ورق لوري سوري يا جماعه. تمام. قلبي يلا قلبي. وهننزل بالجمبري بتاعنا اللي احنا منضفينه. انزلي بالمعلقه. وقعت معلش هجيبها لك. شطوره. لا قلبي بقى جامد. هنقلب يا جماعه ونرجع لكم. طبعا انا قلبته لها بالراحه لولي عشان ما يتهريش. طبعا الجمبري ما بيتقلبش كتير يا دوبك بس ايه يعني تمسكي حله كده وتقلبي المكونات مع الجمبري بس. خلاص يا لولي. تمام. وطبعا انتوا لو عايزين تعملوها شوربه باللبن والكريمه تمام. عايزين تعملوها ميه بس تمام. انا عايزه اعملها ميه بس. هنزل. يلا لولي. برافو. بالميه. واو برافو يا لولا يا قمر. يا دوبك هياخد بس غلوتين وهدوق طعمه. لو عايزين ملح هنحطه لو مش عايزين خلاص. وانا هنا ببدأ اعمل الرز. هسيب بقى دي لما تغلي هوريها لكم. استنونا بقى. مع مين؟ مع لولا القمر. فرحانه؟ اوكي. بصوا يا جماعه احنا نقلنا الحله دي هنا تغلي على مهلها لغايه لما نعمل هنا الكابوريا. يلا بقى يا جماعه نعملوا الكابوريا مع لولا بسرعه عشان خلاص التليفون هيفصل. يلا يا لولي انقلي الكابوريا دي في الحله. انقلي واحده واحده. يلا امسكي واحده واحده.
لا مش هينفع، امسكي واحده واحده حطيها في الحله كده اهو. يلا يلا انقلي. شطوره شاطره يا لولي. تعالي تساعد مامي وانا هنا بعمل البصله بتاعت الرز. يلا يا لولي حطي. هنحط الكابوريا كلها ونرجع لكم تاني. هنا يا جماعه احنا قطعنا بصلايه وحطينا بقيه البهارات بتاعه الثوم اللي احنا حطيناها في حاله الجمبري، حطيناها هنا ورشينا حبه ملح، وهنسيبها بقى لما تستوي براحتها خالص. وهنا هبدا اعمل الرز بسرعه بقى عشان ماري يقرب يجي. هنخلص وهوريكم. طبعا انتوا عارفين طريقه الرز الصياديه. هنخلص بقى وارجع لكم.